والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واول حاجة نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اهم حاجة لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك. والنهارده هنتكلم ان شاء الله باذن الله عن ليه الاسعار ما بين العجل متفاوته. ليه في عجل ب 4000 و 5000 جنيه وعجل تاني ب 30000 و 100000 جنيه؟ هل العجل اللي هو ب 100000 جنيه ده بيطير ولا بيسوق لوحده ولا ايه؟ لا، هو العجل دوت ما بيسوقش لوحده. انا هقول لك ليه الفرق ما بين العجل ده وبعضه. بس اهم حاجه لو انت ما اشتركتش انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس. والفرق بين الفريمات وبعضها ان اقل خامه خالص هي الحديد، والفريمات اللي بالحديد ديت ملهاش تمن يعتبر، وسعرها رخيص جدا بسبب ان الحديد تقيل ومش انسيابي معاك في الحركه. ويجي بعده على طول الفريم الالومنيوم. والفريم الالومنيوم دوت معروف انه خفيف الوزن نسبيا اكتر من الحديد بكتير، وسلس معاك في الحركه. وسعر الفريم الالومنيوم بيبقى في رينج 1000 ونص 2000 جنيه. انا بتكلم هنا عن فريم بس مش عجله كامله. في فريمات بتبقى الالومنيوم بتبقى من 1000 ونص ل 2000 جنيه في الرينج ده. طب بعد كده هنيجي للفريم الهاف كربون. الفريم الهاف كربون ده بيبقى جزء منه الومنيوم وجزء منه كربون. الجزء الالومنيوم ده بيبقى الكدر، والجزء الكربون بيبقى الفورك بتاع العجله اللي هو بيبقى قدام. لما بتمكسهم مع بعض بيديك خفة اكتر، وفي نفس الوقت بيديك سلاسة اكتر في الحركة وتعرف تخش سباقات بالعجلة ويبقى احسن بالنسبة لك. الفريم الهاف كربون دون بيبقى سعره في رينج 5000 ل 7000، وفي فريمات بتعدي اكتر. نيجي بعد كده للفريمات الكربون. الفريمات الكربون دي اولا بتبقى فول كربون، يعني كامله من الكربون. ودي حاجه بديهيه طبعا. انا اللي معلش نعيد تاني. A few minutes later. والفريمات الكربون دي بتبقى تتميز بان هي اخف من الالومنيوم، وبتبقى سعرها اعلى شويه من الهاف كربون. بتبقى سعر الفريم لوحده بيبدا من رينج 8000 لحد 10000، او في حاجه اعلى من كده. بتبقى اسمها تي تي اللي هي التيتانيوم. والفريمات اللي بتتصنع من التيتانيوم نادر ان انت تلاقيها في مصر عشان سعرها غالي. وسعر الفريم ممكن يوصل ل50 او 60 الف الفريم بس. فما انصحش حد يجيبه. هو الصراحة حلاوته ان العجلة بتاعته بتبقى خفيفة جدا، وفي نفس الوقت الصلابة بتاعتها بتبقى قوية جدا. تاني حاجة معانا اللي بتخلي فيه فرق ما بين اسعار العجل وبعضه هي الشركة المنتجة. يعني ايه الشركة المنتجة؟ يعني مثلا في عجل بينتجه شركة ترينكس، مش هاجي اقارنه بعجل بينتجه شركة فونكس. ترينكس معروفة في السوق، واي عجلة بقول اسم ترينكس عليها بتاخد قيمة لوحدها. فونكس حاليا المبيعات بتاعتها واقعة، ان انت تلاقي حد بيشتري عجل فونكس دلوقتي او بيبيع عجل فونكس تلاقيه قليل جدا بسبب ان ملهاش سوقها. وفي برضو جالاكسي ليها اسمها برضو في السوق. وفي العجل الاعلى بقى اللي هو التريك والحاجات دي، كل عجله وبيبقى ليها سعرها. وثالث حاجه في ليه في فرق كبير ما بين اسعار العجل وبعضها هي قطع الغيار. فانت مثلا هتيجي تتكلم عن الطارات. نبدا بالطارات. الطارات اللي من شركه شيمانو مش زي الطارات الصيني، او مش زي الطارات الصيني التقليد. يعني في صيني درجه اولى وفي صيني درجات. مش هتقارن كله ببعضه. هتقول لي بتفرق في ايه؟ هقول لك بتفرق في الانسيابيه والحركه بتاعتها. الطاره بتبقى سريعه، والطارات بتبقى اخف. في طارات من الالومنيوم وفي طارات من الكربون برضو. فكل ما الطاره بتبقى احسن كل ما سعرها بيبقى اعلى. في طارات برضو بتوصل سعرها ل 30000 جنيه. فده اللي بيخلي سعر العجله توتال يبقى كبير. لو جينا برضو نتكلم عن سعر العجل اللي بينزل مثلا بسعر 4000 جنيه ده بيبقى في حاجه اسمها شفطرات. الشفطرات ديت اللي هي نقل السرعات، بس بيبقى صغير كده بتركب على الجدون. العجل الاعلى بيبقى فيه باورات. لو جينا نتكلم برضو عدد التروس، دي حاجة مهمة جدا في العجلة. انا واحد مثلا بخش سباقات او حاجات زي كده، او بسافر في مناطق جبلية او كده،
لازم يبقى معايا عدد تروس كبير ورا وثلاث تروس قدام اقصى حاجه. يعني اقل حاجه لازم يبقى معايا 3 تروس قدام، ومثلا من 9 ل 11 ترس ورا. فالعجل اللي هو اللي ب 4000 جنيه دوت بيبقى زي بدايه ليك، ان انت بيبقى فيه 7 تروس بس ورا. فانت لما بتتطور شويه بتجيب عجله احسن بيبقى فيها 9 تروس ورا او 10 تروس او 11 ترس ورا. ده بيدي معاك اداء اعلى. في نفس الوقت برضو الجشمه اللي هي بتنقل السرعات قدام وورا، كل ما تجيب حاجه اعلى او حاجه انضف شويه بتلاقي العجله فيها انسيابيه في التحرك ما بين السرعات. يعني العجله بتنقل السرعات بسرعه عن الاول، وبرضو بتبقى مقاومه للصدمات اكتر. فكل الحاجات دي بتخلي في اختلاف ما بين اسعار العجل. في الاخر عرفنا ليه في اختلاف ما بين اسعار العجل وبعضه. وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، واكتب لي في التعليق عايز تتكلم في الفيديو الجاي عن ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.